في واحد القرية كان تيعيش واحد التاجر لاباس عليه، وكان عنده غير ولد واحد سميتو ياسين. هاد الولد كبر مفشش، باه ما مخليه ناقصو والو. ما عمر هاد الولد ما عرف شي حاجة سميتها الحرمان. كان ديما كيمشي هاز راسو عاجبو راسو بلا قياس، حيت باه لاباس عليه. في نفس القرية كانت كتعيش واحد البنت فقيرة ويتيمة سميتها ليلى. مات باها ملي كانت صغيرة، وامها توفات من بعد باها بشي سنوات قليلة. هاد البنت من صغرها وهي كتخدم عند الناس وكتبيع الخضره في المارشي. كاع الناس كانوا تيشكروا في هاد البنت، حيت كان قلبها ابيض وكانت صباره بزاف. واخا ما عندهاش، ما عمرها ما تشكات لشي حد، وما عمرها مدات يديها لشي حد. في الصباح كانت ليلى في السوق كتبيع الخضره، جالسه على الارض. داز من حداها ياسين وهو يبتسم باستهزاء، وهو يقول بالغوات للناس اللي في السوق: هادي ما تصلح غير تكون خدامه عندنا. شي ناس كانوا دايزين بقاو تيضحكوا عليها، ولكن ليلى ما نزلاتش راسها، بالعكس هزات راسها وشافت فيه وقالت ليه بدون عصبيه: الرزق على الله، اليوم عندك وغدا عند غيرك. تعصب ياسين من الرد ديال ليلى، حيت هو ما متعودش شي حد يرد عليه، وهو يحلف عليها وقال لها وهو مخرج عينيه فيها: غادي نوريك شكون هو ياسين ولد التاجر، وما غادي تنعسي اليوم غير الا ما ندمتك على هاد الهضره اللي قلتي. المهم شبع فيها معيور قدام الناس، وما خلى فيها غير اللي نسى، ولا ديما تيمشي للسوق وتيبقى يعاير فيها ويدلها قدام الناس، واي واحد بغى يشري من عندها الخضره تيمنعه، وطلق عليها الدعايه في السوق بانها شفاره. هاد الهجوم اللي دار ياسين على ليلى جاب النتيجه، حيت الناس فعلا ما بقاوش تيشريو من عندها الخضره، وقل المدخول ديالها، والخضره اللي كتبيع كتخسر ليها وكترميها. ليلى ديما كانت كتقول مع راسها: ربي راه عالي وعالم على البراءه ديالها. دازت الايام على هذا الحال. رجع بات ياسين من السفر ديالو وجاب معاه بزاف ديال الخير. من العاده ديالو ملي تيرجع من التجاره ديالو تيوجد واحد الوليمه كبيره للناس ديال القريه في القصر ديالو. في الوقت اللي التاجر الاب ديال ياسين داير الوليمه وكاع الناس ديال القريه مجموعين عنده في القصر، تسرق واحد الصندوق صغير عامر بالمجوهرات الغاليه وفيه شي امانات ديال التجار. التاجر تعصب وتلف، ما عرف ما يدير. هاد الصندوق راه مهم بزاف، خصوصا هادوك الامانات اللي مشاو ليه. اشنو غادي يدير مع مواليهم؟ بسببهم غادي يخسر السمعه ديالو، والتجاره ديالو غادي تضيع. المهم التاجر كلف كاع الناس اللي حاضرين يقلبوا معاه في كل بلاصه على هذاك الصندوق الصغير. هنا استغل ياسين الفرصه وبدا تيقول باللي ليلى هي اللي سرقات الصندوق، وباللي راها متعوده على السرقه. نشر الخبر حتى وصل لباه. باه امر الحراس ديالو باش يشدوها وجابوها لقدامه في واحد المجلس عامر بالناس، وياسين باينه عليه الفرحه في عينيه. سولها التاجر قدام الناس وقال لها: واش سرقتي الصندوق؟ جاوبته ليلى وقالت ليه: اقسم بالله ما سرقت الصندوق، وربي راه عالي وعالم بالبراءه ديالي. من بعد واحد شويه دخل واحد من الحراس هز في يدو الصندوق، وقال التاجر باللي لقاه تحت الكرسي ديال ياسين. كاع الناس اللي في القاعه بقاو ساكتين ومندهشين. هنا تكشفت الحقيقه. التاجر ما حملش راسو وما كانش متوقع باللي ولده هو اللي سرق الصندوق، وغادي يحطو في هذا الموقف قدام كاع الناس ديال القريه. مباشرة التاجر قال ليلى: سامحيني يا بنتي، غلط ملي اتهمتك بالسرقة. وهي تجاوب ليلى وقالت ليه بكل هدوء: بارك عليا أن الله بين الحق وبانت البراءة ديالي. من ذاك النهار والمعاملة ديال الناس لياسين تبدلات. كاع الناس ما بقاوش كيتعاملوا معاه، وما بقى حتى شي حد يثق فيه. على العكس ليلى كبرت في عينيهم، وكاع الناس اللي في القرية تعلموا من هذا الدرس وعرفوا باللي الظلم ما تيدومش، وربي ما تيتخلاش على العبيد ديالو المظلومين. هادشي اللي وقع خلى الناس ديال القرية يتعاطفوا مع ليلى وعاونوها باش تحل واحد الحانوت صغير تعيش منه بكرامة. اما ياسين ما بقاش قادر يهز راسو ويشوف في الناس من بعد هاد المصيبة اللي دار، ومن بعد ما كان هاز راسو متكبر على كاع الناس ديال القرية. كل شي ولا عاطيه اتساع ومبعد منه. ليلى كبرت المشروع ديالها وبدات كتخدم على راسها، وولات كتبيع الخضره والديسير. في واحد الليله ياسين ما جاهش النعاس من ندم على كاع داكشي اللي دار، وبقى كيفكر في الهضره ديال ليلى ملي قالت ليه: الرزق على الله، اليوم عندك وغدا عند غيرك. لغد ليه مشى باش يعتذر لباه وقال ليه: راني غلطت وظلمت ليلى وظلمت راسي معاها،
ودابا انا حاس باللي ربي تيعاقبني. شاف فيه باه وقال ليه: اولدي اللي زرع الظلم ما تيحصد غير الندم، وخاصك تعرف ولدي ان الفلوس ما عندها ما دير ليك الا ظلمتي الناس وضيعتي السمعه ديالك. ياسين فكر مزيان في الهضره اللي قال ليه الاب ديالو، ومشى للسوق ووقف قدام الحانوت ديال ليلى وكاع الناس كيشوفوا فيه. قرب ليها وحنا راسو وقال ليلى قدام الناس: انا كنعترف باللي ظلمتك وكنعتذر ليك، وانا نادم على كاع داكشي اللي درت ليك وكنطلب منك المسامحه. كاع الناس اللي واقفين بقاو ساكتين. ليلى عمرو عينيها بالدموع وقالت ليه: ما دمتي اعترفتي بالغلط ديالك وطلبتي المسامحه، الله يسامح، انا مسامحك. كاع الناس ديال القريه ما نساوش هاد اللحظه اللي ياسين طلب فيها المسامحه من ليلى، واللي بها تاكدوا انه تبدل ولا انسان اخر وتعلم من هذا الدرس مزيان. دازت السنين وتزوجت ليلى بواحد الراجل من اطيب خلق الله واللي كان كيعاملها مزيان. اما ياسين قرر يخدم على راسه ويطور من نفسه، وفعلا نجح في حياته وقدر يكون نفسه بالثقه اللي كسب من عند الناس. الظلم ما تيدومش، واي واحد تيهين وتيظلم خوه المسلم ربي راه قادر باش يكشفه، واي واحد تيصبر وتيثيق في العدل ديال الله ربي غادي ينصره وغادي يجعل له من كل ضيق مخرجا.